عمرك حسيت إن حياتك اتشقلبت في لحظة؟ أنا مروة، ودي حكايتي اللي عمرها ما كانت متوقعة. في يوم عادي جدا ماشي في الشارع ورايحة شغلي، فجأة حصل لي موقف غير حياتي كلها، وما كانش مجرد صدفة. كنت ماشية في الشارع الصبح، ماسكة القهوة وبفكر في 100 حاجة. فجأة خبطت في حد، القهوة كلها وقعت على هدومه. رفعت عيني لقيت شاب واقف قدامي، طويل، لابس شيك، عينيه ثابتوا عليا. أنا اتلخبطت وقلت بسرعة: ياه، أنا آسفة جدا، والله ما كنت واخدة بالي. هو ضحك وقال بهدوء: مفيش مشكلة، بتحصل. بس اللي شد إن نضارته ما كانتش عادية، كأنها نظرة حد عارفني من زمان. هو عرض يساعدني أوصل للشغل بالعربية عشان اتأخرت، وأنا رغم إني عادة ما بقبلش مساعدة من حد غريب وافقت. الطريق كان كله كلام خفيف، سألني عن شغلي، عن يومي، عن حاجات صغيرة جدا، بس حسيت إن كلامه داخل قلبي بسهولة. الغريب إن في راحة غير طبيعية في وجوده، ودي كانت أول مرة أحس الإحساس ده مع حد معرفوش. وأنا نازلة من عربيته لقيته بيقول: أنا حسام، سعيد إني اتعرفت عليكي. ابتسمت، بس جوايا كان في سؤال كبير: إزاي شخص غريب يسيب فيا الأثر ده من أول مقابلة؟ وأنا داخلة مكتبي قلبي كان بيدق بسرعة، وعقلي مش عارف يركز. ما كنتش أعرف إن الصدفة الصغيرة دي هتفتح لي باب كبير مليان أسرار، مشاعر، وأحداث عمري ما كنت أتخيلها. ودي كانت مجرد البداية. عدى يومين وأنا خارجة من الشغل بالليل، لقيت حسام واقف مستنيني بالعربية. اتخضيت وقلت له: أنت بتعمل إيه هنا؟ ابتسم وقال: اتمنيت أشوفك تاني، وقلت أراهن على الحظ. الغريب إني ما قدرتش أزعق أو أرفض، بالعكس، لقيتني بركب معاه. بقينا نتقابل كتير، مرة قهوة، مرة مشوار صغير، مرة خروجة سريعة. مع كل لقاء كنت بحس إني بعرفه من سنين، رغم إننا لسه متقابلين من أيام. كان عنده هدوء غريب، طريقة كلامه تطمن، بس ساعات عيونه كانت بتقول أسرار مش مفهومة. في يوم وإحنا قاعدين في كافيه جاله تليفون، وشه اتغير فجأة، قام من غير ما يشرح وقال لي: استنيني، هرجع بسرعة. اختفى ساعة كاملة ورجع مرتبك، بس بيحاول يبان عادي. ساعتها حسيت إني داخلة في قصة مش بسيطة، وإن في حاجة وراه مش بيقولها. ما قدرتش أمسك نفسي وسألته: أنت مين يا حسام؟ وليه حاسة إنك مش بتقولي كل الحقيقة؟ سكت ثواني وقال: في حاجات في حياتي مش هقدر أتكلم عنها دلوقتي، بس أوعدك إنها مش هتضرك. كلامه طمني نص نص، بس قلبي كان صادق دماغي وما كنتش عايزة أخسره. الأيام عدت وارتبطنا أكتر. بقيت بصحى من النوم أول همي أعرف هو فين، وبالليل آخر همي أسمع صوته. بس كل ما يقرب أكتر أسراره كانت بتكبر، وأنا ما بين نارين: أصدق قلبي اللي بيحبه، ولا أسمع لعقلي اللي بيقولي خلي بالك. لحد ما جه اليوم اللي اتكشفت فيه كل حاجة. كنت راجعة البيت لقيته واقف تحت وشكله قلقان جدا. قال لي: مروة، في حاجات لازم تعرفيها عني، يمكن تغير رأيك فيا. قعدنا في عربيته وابتدى يحكي. طلع حسام مش مجرد شاب عادي، كان داخل في شغل كبير فيه مخاطرة وحاجات ممكن تجرى عليه مشاكل. وقال لي: أنا ما كنتش عايزة أخوفك، بس ما قدرتش أبعد عنك. أنا فضلت ساكتة، عقلي بيصرخ ابعدي قبل ما تتورطي، بس قلبي كان بيقول هو اختارك يشاركك سره. وبعد تفكير طويل لقيتني بقول: مهما كان وراكي أنا معاكي، بس بشرط ما تخبيش عني حاجة تاني. ساعتها مسك إيدي وقال: انتي مش فاهمة انتي أنقذتيني ازاي دلوقتي. ومن اللحظة دي حياتي ما بقتش زي الأول. دخلت معاه في عالم كله أسرار وخوف، بس كمان كله حب وأمان في حضنه. وأنا لسه بسأل نفسي لحد دلوقتي: يا ترى أنا اخترت الصح، ولا دي كانت أكبر غلطة في حياتي؟ بعد ما حسين قال لي أسراره، حياتنا دخلت في دوامة. كان ساعات يختفي أيام، وساعات يجيلي نص الليل مرعوب. أنا بقيت متعلقة بيه زيادة، بس في نفس الوقت مرعوبة إن في لحظة ممكن أخسره. في يوم جالي تليفون منه، صوته كان متكسر وقال لي: مروة، أنا محتاجة أشوفك دلوقتي، يمكن دي آخر مرة. اتخضيت، قلبي وقع، ونزلت أجري عليه. لقيته واقف قدامي تعبان جدا، وقال لي: أنا قررت أبعد عن كل ده، عن الشغل، عن الخطر، نفسي أبدأ من جديد معاكي. أنا بصيت له والدموع في عيني، وقلت له: أنا مستعدة،
بس اوعى تسيبني لوحدي. ضحك لأول مرة من قلبه وقال: أنا لقيت أمان عمري معاكي ومش هفرط فيه. ومن اليوم ده حسام فعلا بعد عن كل حاجة كانت مهدداه. خدنا وقت طويل عشان نقف على رجلينا، بس كنا مع بعض. يمكن الدنيا مشيتش سهلة، ويمكن دايما كان في خوف من الماضي يرجع، بس الحقيقة إن الحب اللي اتولد من صدفة كان أقوى من أي حاجة. أنا مروة، ودي كانت حكايتي. حكاية بدأت بصدفة صغيرة في الشارع، وانتهت بحب غير حياتي كلها.